ازيكم يا اصدقائي. وبما ان صديقنا احمد سالنا في الكومنتات وقال لنا ازاي نقدر نشتري برامج ادوبي بارخص سعر ممكن، فاحنا النهارده جايين نعرف ازاي هنعمل كده. والموضوع باختصار ان احنا هنشترك في باقه الطلبه وهنغير البلد بتاعتنا لتركيا. فتعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. بص يا اصدقائي، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخش الموقع الرسمي بتاع ادوبي، ونيجي على الحتة بتاع creativity and design دي، وننزل عند student and teachers، وهنلاقي الديل ده ظهر في وشنا كده. هندوس buy now، ننزل هنا ندوس continue، وهنا هندوس no thanks، وهنا نكتب الايميل اللي هناخد عليه الاكسس لادوبي برودكتس، وهنا نختار طريقة الدفع. انا مثلا هندوس على credit card، وهنا هنيجي في الحتة دي وهنغير البلد بتاعتنا. احنا عندنا القيمة دلوقتي لحد دلوقتي $20 يعتبر. احنا هنا ندوس على دي وننزل على تركيا، ندوس change to تركيا. اوكي، هنا هنلاقي القيمة هتظهر لنا هنا في الحتة دي دلوقتي. التوتال بعد الضرايب ب125 ليرة. لو حسبتها تطلع لك في حدود 150 جنيه مصري، وده هيبقى ارخص سعر ممكن تدفعه كاشتراك شهري لادوبي. بعد كده المفروض انت بتكمل بقى تفاصيل الكريدت كارد اللي انت بتدفع فيه، وبتدوس continue to verification. وبعد ما عرفنا الطريقه بتتعمل ازاي، خلوني اقول لكم حاجه قبل ما اقفل الفيديو. الطريقه دي مش اكتر حاجه امنه، وممكن انت تشترك وتدفع وكل حاجه تبقى تمام، ويعدي عليك كام يوم وتلاقي الشركه ذات نفسها لغت اشتراكك من نفسها. وده بسبب ان انت اخترت بلد غير البلد اللي انت عايش فيها. فخليك حذر، والموضوع ده مش هيبقى اكتر حاجه امنه ويبقى انت خسرت فلوسك على الفاضي، لان انت يعتبر بتضحك على السيستم عشان توفر فلوس لنفسك يعني. فانا شايف افضل شيء ان انت تختار الباقه بتاعه الطلبه من البلد اللي انت فيها عادي جدا، تبقى انت طالب والمعلومات بتاعتك كلها تمام وزي الفل، عشان ما تواجهش اي مشكله او لا قدر الله الفلوس تدفعها وكل حاجه تروح عليك. واخيرا، لو انت مش في مقدرتك ان انت تدفع اي مبلغ اصلا في البرامج دي، فانا شايف ان انت تبتدي تشوف بدائل مجانيه للبرامج اللي انت هتحتاجها من برامج ادوبي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ونتقابل فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام.